كل اللي انت محتاج تعرفه عن مميزات وعيوب انضمام مصر لمجموعة البريكس، ودي نقاط قابلة للنقاش والتعديل. النقطة رقم 1 ان مجموعة البريكس عرضت على مصر الانضمام مرات كتير جدا ايام مبارك قبل انضمام جنوب افريقيا، لكن مبارك كان خايف من زعل الامريكان. النقطة رقم 2 ان انضمام مصر هيوفر عليها تقريبا 46 مليار دولار، وده حجم التبادل التجاري ما بين مصر وما بين دول البريكس قبل ما تنضم ليهم. فطبيعي ان بعد الانضمام هيتم استبدال 46 مليار دولار دول بالعملة المحلية. النقطة رقم 3 ان انضمام مصر للبريكس هيشجع الدولة على التصنيع وزيادة الانتاج والتصدير، فبالتالي توفير مناخ مستقر لأي مستثمر مصري او اجنبي، لاننا هنبقى في سوق مستقر اقتصاديا داخل المجموعة. النقطة رقم 4 ان امريكا مش هتقدر تستخدم الدولار كسلاح عقوبات ضد الدول زي ما بيحصل دلوقتي. النقطة رقم 5 ان نتيجة انضمام مصر للبريكس مش هتظهر لا بعد ايام ولا بعد اسابيع، ممكن شهور او سنة، ودي مدة قصيرة في عمر اقتصاديات الدول. النقطة رقم 6 بقى ان العملة الموحدة اللي هم بيخططوا ليها دول البريكس هتبقى بعد 10 سنين تقريبا، لانهم ما يقدروش يستغنوا عن الدولار ما بين يوم وليلة، والا هتنهار باقي دول العالم، واولهم الصين، لان تقريبا الاحتياطي الدولاري بتاعها 3 تريليون دولار، فمش من مصلحتها ضرب قيمة الدولار دلوقتي، وهتحتاج سنين علشان تتخلص تدريجيا منه وتستبدله بالذهب. النقطة رقم 7 والاخيرة، امريكا بقى مش هتقف تتفرج كده من غير ما تعمل حاجة، وهي شايفة هيمنتها على العالم بتقل، فهتخلق صراعات عالمية وفتن داخل دول البريكس علشان تدمره، وهتضغط على الدول النامية. وهنا بقى هيكون التحدي الأكبر لروسيا والصين، لأنهم أقوى دول البريكس اقتصاديا وعسكريا. ومستني رأيك أنت كمان في التعليقات. أنا محمد فرج، سلام.